بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. في شهر رمضان كلنا عارفين إن نظامنا الغذائي بيتغير، وبيتغير مش بشكل جزئي، لا ده بيتغير كليا. والحقيقة اللي ما كانش بيكون مؤهل نفسه للصيام في رجب وشعبان، فالتغيير ده بالنسبة له بيكون مفاجئ. هو ما مهدش وما صامش قبل كده ولا أعد نفسه، فبالتالي التغيير بالنسبة له كبير جدا ومفاجئ، وده بيأثر بشكل مباشر على الجهاز الهضمي وعلى حركة الأمعاء. وعلشان كده ناس كتير في أول رمضان ممكن معدتها تتعب شوية، ممكن البعض يجيله إمساك، يعني بيحصل بعض الحاجات في المعدة. بعد كده الدنيا بتبدأ تظبط، والأمر بيكون ماشي على ما يرام. في الأوقات دي كتير من الناس بتلجأ للأعشاب، تقول هاشرب مثلا كوباية ينسون، هاشرب كوباية نعناع، هاشرب أي حاجة يعني تهدي معدتي شوية لحد ما معدتي تستقر، على اعتبار إنها حل سريع وآمن للمشاكل المعدة زي مثلا التخمة أو الحموضة أو الإمساك. لكن الحقيقة إن مش كل الأعشاب مناسبة لكل الناس، وإن مش كل اللي بيتقال عن الأعشاب صحيح. لا، في حاجات ممكن ما تكونش آمنة لشخص ما، ولكن تكون آمنة لغيره. في حلقتنا اليوم بإذن الله تعالى هنتكلم عن الأعشاب في رمضان من منظور مختلف بقى. إيه الأعشاب المفيدة فعلا للصيام؟ إحنا نشربها بعد الفطار أو في وقت السحور. إزاي نستخدمها بطريقة صح تساعد على الهضم من غير ما ترهق الجسم. ونتكلم طيب يعني ليه بعض الناس ممكن يكون بيجيلها إمساك في رمضان، بيحصل لها بعض المشاكل في معدتها. الأمور دي كلها إن شاء الله هنوضحها، وهنوضح إزاي يستخدموا الأعشاب بطريقة صحيحة وآمنة، وإيه هي أصلا الأعشاب المناسبة اللي نستخدمها في شهر رمضان الكريم وممكن نكسر منها، وايه اللي نبتعد عنها. كل التفاصيل دي باذن الله تعالى هنعرفها مع ضيفتنا اللي مشرفانا الدكتوره سماح الحصري، متخصصه في التغذيه العلاجيه والطب النبوي. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير يا دكتوره سماح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. يا رب، اللهم امين امين يا رب العالمين. دكتوره سماح، احنا حلقتنا اليوم عن الاعشاب المفيده والآمنة لينا في شهر رمضان الكريم، واللي احنا نقدر نكسر منها. فخلينا نتكلم الأول عن الأعشاب الطبيعية والمفيدة بالأخص لنمط الحياة والتغذية في شهر رمضان الكريم. وبما أن شهر رمضان بيكون شهر يعني الناس بتغير نمط حياتها فيه، طريقة النوم، طريقة الأكل. الناس مش واخدة على الصيام، بالأخص اللي مش واخدين الصيام تدريجيا فللأسف بيعمل عندهم زي لخبطة في عسر هضم، انتفاخ غازات، بيحصل عندهم مشكلة، بيحصل عندهم خمول وكسل بسبب لخبطة النوم ولخبطة الأكل، نمط الحياة الخطأ. ومهم جدا هنهتم بشرب. عندنا الشمر من الحاجات الممتازة جدا جدا، تطرد الغازات، تخلص تمنع الانتفاخات، بتريح الهضم. الشمر من الحاجات الممتازة جدا جدا. الشمر ممكن ناخده كحب وممكن ناخده كمشروب. حب بنجيب الشمر كما هو حبوب وبناخد منه معلقة ونكسرها تكسير خفيف جدا جدا، مش مضغ، يا دوبك دغدغه بالاضراس، وبنشرب وراها ميه عشان نستفاد بزيوت الطياره بتاعتها. بعديها سبحان الله بيختفي الانتفاخ والغازات تماما. او بنحطه في كاسه ميه وعليها ميه سخنه وبنغطيها لمده 5 دقائق، وبعد كده بنشربها برضو، بنستفاد بيها، بس مش هتجيب الفايده بتاعت المضغ. ده بالنسبه للشمر. عندنا كمان المليسه من الحاجات الممتازه جدا جدا. دي بتساعد على الهضم، بتهدئ الاعصاب، بتريح، بتشيل الصداع اللي هو العصبي، بتريح التوتر والقلق والارهاق. الحاجات الممتازه جدا المليسه برضو لو شربناها، وخاصه لو احنا عايزين ننام شويه بقى قبل التراويح، فبنحاول ان احنا نشربها، فبتخلينا نبقى عندنا هدوء وعدم توتر وعدم قلق، وفي نفس الوقت بتريح المعده جدا جدا. ممتاز. يبقى احنا عندنا عشبة الشمر وعشبة المليسة. طيب ايه تاني؟ عندنا كمان الزعفران من الحاجات الحلوة جدا. بينبه، بيعزز الدماغ، المخ نفسه، وكمان بيريح الأعصاب وبيرفز هرمون السعادة. وممكن ناخده كغلي، نغليه مع أي عشبة، نحط منه شعرتين منه
لو هو طبيعي، تمام. او نحطه في ميه، كاسه ميه قبل الفطار، زجاجه ميه كبيره، شيشه كبيره او ازازه كبيره، بنحط فيها كم شعره منه، مش كتير، 3 4 شعرات فقط على اللتر ميه، ونسيبها بعد الافطار نشرب منها ما بين الافطار والسحور، نوزعها. فده حلو جدا جدا. نشرب منها يعني ميه عاديه، ميه عاديه الكميه كلها حضرتك قلتي في ازازه ميه، لتر ميه. لتر ميه بنحط 3 شعرات من الزعفران الاصلي، وبنسيبها قبل الفطار بساعتين، وبعد كده بعد الفطار بنشربها تدريجيا، كاسه كل او كوبايه كل مثلا نص ساعه بناخد منها، بتريح عندنا المعده وبتعزز المخ، وفي نفس الوقت بتريح الهضم وبتساعد على وبتفرز هرمون السعاده. ممتاز جدا. عندنا كمان النعناع من الحاجات الحلوه جدا. انا بحب النعناع جدا، ممتاز بيهدي الاعصاب جدا ومريح. بس ما بنرشحوش للرجال كتير عشان منه قليل، اللي بيعمل عندهم مشكله. اما ان احنا عامه كالعائله بناخد الورق الاخضر بتاعه موجود دلوقتي كتير، بنحط 3 4 ورقات نعناع في لتر ميه برضو، ونقطع معاه ترانشات الليمون، وبنسيبه قبل الفطار بساعه، وبنشرب منه ما بين الفطار وبين السحور على راس كل نص ساعه بنشرب كوبايه. برضو ممتاز جدا جدا، بيريح المعده قوي، بيهدي الاعصاب، بيساعد كمان على الاخراج السليم، ما بيبقاش فيه تراكمات موجوده في المعده، وفي نفس الوقت بينقي الدم وبيريح المزاج، بيظبط الجسم حاليا. عندك كمان قلنا الزعفران، قلنا البابونيك من الحاجات الممتازه جدا برضو. ده مضاد للاكسده، مضاد للالتهابات، بيريح المعده، بيهدي القولون، بيهدي الغازات، بيريح عمليه الهضم، او بيعمل استرخاء في المعده، بيخليها تعمل عمليه الهضم ببطء يعني، بيريح عمليه الهضم. دي معظم الاعشاب اللي احنا ممكن نمشي عليها في رمضان. وفي نفس الوقت احنا عملنا مثلا النعناع ممكن نعمله مره مغلي ومره مش مغلي، او نشربه كده. الزعفران ممكن ادخله مثلا مع البابونج، نحط معاه ما تغلي ويتغلي، واحنا قبل ما نشربه نحط شعره من الزعفران برضو نستخدمه. فعندك كده احنا قلنا الزعفران، قلنا المليسه، قلنا الشمر، قلنا البابونج، قلنا النعناع، الكركم من الحاجات الممتازه جدا جدا جدا. الكركم معروف انه بيتحط كتوابل على الاكل. لا، وكمان الكركم لو كركم اصلي يعني نحاول نجيبه فريش او نجيبه الاصلي ونطحنه في البيت. الكركم ممكن نستخدمه مع الشوربه، يعني هتحط الشوربه وتحط معلقه كركم من غير ما تغلي. الكركم لو غلاه بيفقد ماده الكركمين، مش هنستفاد منه. فالكركم هنحط طبق الشوربه على السفره، بنحط رشه كركم او نص معلقه كركم وقليل من الفلفل الاسود ونشربه، ونستفاد منه. مضاد للاكسده، مضاد للالتهابات، بينقي الكبد، بيساعد بينظف الجسم من السموم، من الاجسام المضاده. يعني ما شاء الله ممتاز جدا جدا، وبيساعد على الهضم. تمام. لان بيخلي الكبد يفرز الحصيره الصفراويه. طيب ممتاز جدا جدا. احنا عندنا ناس كتير. طب احنا هنقول طريقه ثانيه للكركم عشان ننهي، يعني طريقه اخرى لاستخدام الكركم اللي مع الشوربه مع السلطه كمشروب ساخن حلو برضو. مع السلطه؟ مع السلطه. تقصدي ان هو بيترش على السلطه؟ رش على السلطه. وكمشروب ساخن هنحط برضو كوبايه، نحط نص معلقه كركم، قليل من الفلفل الاسود، معلقه زيت جوز الهند او زبده جوز الهند، ويتقلب ويتشرب من غير اي حاجه تحليه. من غير اي حاجه مش محتاج تحليه. احنا نحاول نخلي الحاجه بدون سكر، لان السكر من الحاجات اللي بتعمل عسر هضم وبتعمل مشاكل كتير جدا، وعارفين اضرار السكر. عايز تحليه بعسل حليه بعسل، مش عايزه خلاص. تمام. فهو من غير تحليه ممتاز جدا جدا، يعني طعمه حلو. طيب في رمضان الناس كتير بتشتكي من موضوع الامساك، مع ان يعني احنا صوموا تصحوا، المفروض ان الجسم بيكون في حاله صحيه كويسه، ولكن بعض الناس نظرا لبعض المشاكل عندهم بيحصل عندهم امساك، بالذات في بدايه رمضان في الايام الاولى. فكلمينا عن الاسباب اللي بتخلي بدايه رمضان عند بعض الناس بيكون عندهم امساك وعسر للهضم. تمام. هو الامساك بيبقى سبب عامه عدم المضغ الاكل كويس، لان الاكل الهضم بيبدا عندنا من الفم، فلازم نمضغ الاكل ببطء ونمضغه بالراحه جدا جدا، نديله حقه في المضغ. يعني نمضغ كويس، ده مهم جدا. نوقف السكريات، لازم السكر تماما يقف تماما في رمضان، وغير رمضان يقف السكر ابيض تماما. كمان طب النقطه اللي حضرتك اتكلمتي فيها نرجع لها خطوه لورا، اللي هي موضوع المضغ.
لان دي نقطه مهمه. في ناس من كتر جوعها فبتقدم على الفطار بسرعه، يعني حتى ما مش بتتبع السنه بشرب ميه او لبن او تاخد التمر تدي ما تهيئ معدتها، لا هي بتقدم على الاكل بسرعه وبتاكل بنهم، وممكن فعلا ما بتمضغش الاكل زي ما حضرتك بتقولي. فبيجيبوا بعد كده المشكله ان العيب في الصيام، لا، مش فيهم هم، العيب مش في المشكله الصيام، معاهم. المضغ مهم جدا جدا. لان سبحان الله المضغ بيفرز انزيمات او سائل الماده اللي بتسهل على الهضم. فالمضغ مهم جدا جدا. المضغ حتى ما تمضغي كويس تشبعي بسرعه، لكن ما بتاكلي بسرعه او بتبلعي بلع على طول ده ما يخليكش تشبعي بسرعه. بتاكلي كتير فالمعده بتتسع فبقى بتقسمنا. فانت عشان تبقي لازما المضغ كويس جدا جدا، امضغ كويس. وعشان ابدا الصيام، عشان ابدا الافطار او اكثر فطار زي ما بنقول، نبدا بالتمر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيفطر بالاسودين، التمر والماء. لما ابدا بالتمر سبحان الله، التمر الوحيد يا استاذه ندى بعد الصيام 17 ساعه الوحيد اللي بيفرز ماده البيوسين اللي بتساعد على هضم البروتين. فانا لما اجي افرض اكل التمر وابتدي اتوضى واصلي واروح اتوضى واشرب الميه مثلا واتوضى واصلي، الفتره دي كلها المعده بتتبطن وبتاخد الحاجات اللي ناقصاها، السكريات والالياف والحديد والنحاس، الحاجات اللي ناقصاها طول الصيام ده كله. يبتدي سبحان الله بيجي الانسان يرجع للصلاه فيبتدي يبقى شبعان جدا، يحس ان الاكل خلاص مش عنده اللهفه بتاعت الاكل. خلاص راحت، لان وبيتمهل في الاكل، ما عندوش السرعه والنهم اللي بيبدا لان بيه. التمر اداله كل حاجه الجسم محتاجها في فتره الصيام دي. لو صايم، لو مسحر صح وصايم صح، خلاص مش محتاج حاجه تانية. حتى لو راح صلاه التراويح مش هيبقى جعان. طيب احنا شفنا كده السبب الاولاني اللي هو لاسباب الامساك، المضغ بسرعه. طيب ايه تاني من الاسباب؟ ولما اكل وادخل كذا نوع، مثلا حط كذا نوع قدامي على السفره، باكل المفروض ابدا بعد التمر ابدا بالمضغ كويس. هبدا بالشوربه اللي هي شوربه اللي انا بنصح بيها جدا جدا، شوربه العظام دي اخصائي لان بتساعد الهضم كمان وبتقضي على الامساك. يعني حتى لو حد امساك هيروح بسبب شوربه العظام. بتظبط البكتيريا في الجسم، تدي البكتيريا النافعه، بتدي الجسم كل حاجه ناقصها. فتره الصيام هي العظام. شوربه العظام باكل البروتين وبعد كده ابدا بالسلطه او السلطه مع البروتين. فانا باخد الاكل تدريجيه، ما باخدوش كله مره واحده، وما باكلش كل حاجه قدامي. ما هو ده الخطا، ان انا بقى عايزه اكل كل حاجه، عايزه ادوق كل حاجه. لا، بهدوء وادخل الطعام بالتدريج عشان ما تبقاش من عندي امساك. اللي بياكلوا بقى بطريقه خطا بيجي يشربوا مياه غازيه بعد الاكل. اهضمي، انا مش قادره اخد نفسي، هنعمل ايه؟ انا لازم اشرب حاجه من الحاجات دي علشان اقدر اقوم، عشان ان انا يعني ايه، الناس ما بتعرفش. في ناس اتعودت على كده حتى بتشربها مع الاكل مع الاكل. وده للاسف اكبر ضرر، لان هم بيتخيلوا او متفهمونا ان المياه الغازيه بتساعد على الهضم. لا طبعا، دي بتعمل عسر هضم، انها بتعمل لعبكه او لخبطه في الهضم نفسه، فبيعمل عنده سوء هضم وسوء اخراج، وبيعمل عنده تراكمات موجوده في المعده. يبقى المياه الغازيه دي اشيلها تماما، اعمل لها اكس واشيلها من حياتي تماما. تمام. دي حاجه. برضو بحلي بعد الاكل على طول، دي مشكله. دي كمان اسباب الامساك. ايوه، انا لما باكل نشويات كتير، يعني اي حد بياكل نشويات كتير وفتره الطعام بيجي بعد الاكل على طول عايز ياكل حاجه مسكره. خلاص دي تلقائيا كده عايز حاجه مسكره، عايز تحلي. فانت بتحلي بعد الاكل للاسف بتعملي عسر هضم، بتعملي انتفاخ، بتعملي مشكله، ما بتهضميش، بتعملي امساك. لكن هو القرآن قال لك ايه؟ وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. جاب الفاكهة قبل الأكل. فالفاكهة أنا أحلي لا إما بعد الإفطار بساعة أو ساعتين بعد التراويح أحلي، لا مش طبعا هصيام مش هحلي أكيد مش هاكلها الأول. فهي خلي الحلويات أو الفاكهة بعد التراويح مثلا، بعد الفطار بساعة بساعتين عشان ما أعملش عسر هضم. بالظبط. وطول ما أنا في ناس كتير يا أستاذة ندى أول ما بيفطروا الفم ما بيقفلش لحد السحور. رايحين جايين على المطبخ على طول. ده برضو بيعمل لخبطه. انا المفروض انا افطر وبعد كده اقعد شويه بدخل، لو انا جوعت باكل حاجه في حاجه بسيطه جدا، ما اقعدش على طول بقي شغال. طول ما البق شغال بيمضغ، طول ما عندك امساك وعندك مشكله. وبياكلوا اكل تقيل، هو اكل الفطار نفسه. ايوه بياكلوا كذا مره، ممتدين الى السحور. نعم. بنفس الاكل. نعم. وعدم شرب الميه، احنا كتير بنسعى على الميه ودي خطر كبير جدا. احنا المفروض بين الافطار والسحور 8 كوبايات او 6 كوبايات ميه يتشربوا، واجب علينا نشربهم، وزياده يبقى ماشي. في ناس بقى بيجوا وقت السحور يحطوا جنبه لتر الميه على طول يشربوا مره واحده، يقول لك عشان ما اعطش. انت كده بتحتاج اكتر، ان الجسم ما بيحتفظش بميه، يعني جسمك ما بيحتفظش بالميه.
فانت تشربيها تطلع في الاخراج، انت كده بتحتاجي اكتر. لكن بتدي نفس الجسم راحته في الشرب الميه، على كل نص ساعه نشرب كوبايه ميه من احنا قلناها، بالنعناع، بالليمون، بالزعفران، ببذور الشيا. احنا بقى عايزين الياف، نحط بذور الشيا برده في الميه. تمام. وبنشربها على مدار نص ساعه، كل نص ساعه كاسه ميه، او كل ركعتين بشرب كاسه ميه. خلاص انا جسمي خد الميه الكافيه منه، الكفايه اللي هو عايزها، وفي نفس الوقت خدت فايده الميه. فشرب الميه، كل شرب الميه دي مشكله. تمام. طيب شوف احنا كده مع حضرتك العديد من الأسباب اللي بتؤدي إلى الإمساك. حصل للأسف الشديد الإمساك، إزاي نحله وإزاي نعالجه؟ بأعشاب أو يعني مثلا في أكلات خفيفة معينة ممكن إن هي تعالج الإمساك، أعشاب معينة بالأخص حضرتك تنصحي بيها للي عنده إمساك بسبب الأسباب الكتيرة اللي حضرتك ذكرتيها. ويفضل طبعا يا إما ياخدها قبل السحور على طول، او ما بين ياخدها السحور بقى والفطار. فانت قولي لنا على الموعد المناسب، وقولي لنا ايه هي الاعشاب دي وطريقتها. تمام. اول حاجه بنصح بيها اللي هي النهيده. الايه؟ النهيده. النهيده. نعم، من الاعشاب الممتازه جدا جدا. انا اول مره اسمع عنها. هنعمل لها حلقه ان شاء الله. اول مره من اسمع الاعشاب عنها. الممتازه جدا جدا، دي بتسهل الهضم وبتضع الالتهابات، وبتسهل كمان في افراز العصاره الصفراويه، بتسهل الاخراج. طب ممكن توصف لنا هي؟ طب شبه مثلا النعناع، شبه لا، المرمريه؟ النهيده تشبه العصيان كده. ان شاء الله ممكن يبقى ننزل صورتها او نشرحها المره الجايه. طيب تمام. عندك كمان التين المجفف او الفواكه المجففه. الفواكه المجففه ممتازه جدا جدا. طب انت مش قلتي لي النهيده هنعمل فيها ايه؟ يعني احنا بنحط عليها ميه سخنه؟ ميه سخنه. بحط بجيب كاسه ميه سخنه بتغلي، وبحط العشبه في قلب الميه، وبصب عليها الميه السخنه، واسيبها 5 دقائق او 7 دقائق. اول ما تنزل العصاره بتاع الفوائد بتاعتها بشربها. دي بتشرب امتى؟ بعد الفطار بساعتين 3، او بعد التراويح. دي النهيده. عندك الفواكه المجففه، اما اجي اتسحر اخد فواكه مجففه عشان تعملي تليين، او اعمل عمليه نقع التين المجفف مع زيت الزيتون، واخد معلقه منه حلوه جدا جدا، مع زيت زيتون وتين مجفف منقوعين في زيت. 7 تينات مثلا، مع نص كوب زيت، وبنحطوها فيها وبناخد منه بالمعلقه. ممكن او ناكلها كده لو ما لحقناش ان احنا نعملها، انها بتقعد 7 ايام وبعدين نستخدمها. او ناكل من الفواكه المجففه. ممتاز. عندي كمان الميه بعسل بالليمون. حلوه جدا جدا. ما اخدهاش بعد الفطار على طول، انا اخدها قبل السحور بساعه او بعد السحور خالص، دي هتسهل معايا الاخراج. عندي زيت الزيتون، اجيب معلقتين زيت زيتون واعصر عليهم ليمونه، واخدهم معلقه كده برضو بعد السحور مباشره، او قبل السحور عشان ما تعمليش زي حرقان يعني. قبل السحور دي حلوه جدا، وهتيسر معانا الاخراج كويس جدا جدا، نفسه هتاخدي الفايده، وهتعمل زي بوتوكس للجسم حلو قوي. طيب اخيرا بقى يا استاذه دكتوره سماح، محاذير، يعني احنا دايما بنتكلم عن الاعشاب الطبيعيه انها امنه جدا، ولكن اكيد في بعض المحاذير لبعض الاشخاص، زي مثلا مرضى السكر، مرضى الضغط، مرضى القلب، في اعشاب معينه تحذريهم منها في رمضان بالاخص ما يشربوش منها؟ والله بصي، الاعشاب عامه كلها لو اتاخدت بجرعات عاليه احذر منها اي حد. اما مرضى السكر والضغط مباشره، العرقسوس من الحاجات اللي بنمنحها ده بيعلي الضغط. لو اتشرب بكتره. انا اشرب كوبايه صغيره خلاص، يعني من لو ليها نفسي فيها بتبقى كوبايه صغيره، وما تكونش ثقيله، يعني يكون خفيف شويه، مخفف. ايوه. عندك كركديه، مرة تقول لك بيوطي الضغط وبيرفع الضغط. هو انا اسمع ان هو ساقع بيوطي تقريبا. نعم. سخن بيعلي. نعم. بس احنا بنحاول برضو نحذر منه، احنا برضو ما نعرفش تقلب الجسم نفسه، كل واحد جسمه او صفات جسمه مش زي الاخر في الصفات المرض بتاعه، يعني عالي او منخفض. يبقى عندك الكركديه، وعندك العرقسوس، وعندك كمان هنقول القرفه. الناس اللي عندها سيوله والناس عندهم ضغط ما يزودوش قوي منها. هي كده احنا ما نزودش من اي عشبه بناخدها. لو انا محتاجه ان اشرب العشبه دي ونفسي فيها، بشرب كوبايه صغيره وما ازودش اكتر من كذا. كلنا عامه في رمضان ما نزودش اكتر من كاسه في اليوم من العشبه اللي احنا بناخدها. في ناس طول ما قاعدين يشربوا 3 4 كاسات من نفس العشبه، لا طبعا. هي مج بالذات على فكره الاسوس حضرتك قلتي عليه، ناس كتير يعني بتحبه جدا جدا بالرغم من صعوبه الطعم. وانا اعرف يعني انا عمري ما دقته، بس يعني دقته هي مره واحده. لا هو حلو جدا يعني، بس هو كاسه تكفي يعني هي انا خدت يعني هي زي ما بق واحد كده، بس حسيته صعب قوي، ومش عارف هو واخد شهرة رهيبة وناس كتير بتحبه على جدا فكرة. هو جدا. مهضم حلو جدا،
يعني هو بس الهضم صعب. ممتاز بس صعب، بس في ناس ما بيحبوش طعمه، في مم. ناس بيحبوا طعمه. فانت لو خدتي منه كوبايه خلاص، يعني مش كوبايه صغيره كده، مش هتفرق مع ناس عندهم ضغط او كده، هي كوبايه من نفسها بتاخدها. عامه اي عشبه بناخد منها كوبايه فقط في اليوم، وجرعه معلقه صغيره مم. بس. تمام. اي عشبه طيب عامه. نختم مع حضرتك حلقتنا اليوم بما اننا في الشهر الكريم، نصايح ختامية في الحلقة، ونصايح لكل اللي بيشوفونا النهاردة خاصة ب سواء نمط التغذية في رمضان بأعشاب معينة، تنصحيهم بإيه؟ خصوصا واحنا الشهر ده بعض الناس للأسف يا دكتورة سماح بتنظر له ان هو شهر الأكل، أكل للاسف وشرب ده وحلويات وبتاع. بيخزنوا قبلها بشهرين 3. للأسف الشديد، فتنصحينا بإيه هو جميعا؟ رمضان شهر عبادة، هو مم. ربنا جاب رمضان سبحانه وتعالى، يعني رمضان ده حاجة تأديبية وحاجة جسمانية، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما فرضش علينا حاجة إلا ما يكون فيها فايدة للإنسان. بالتأكيد. فلأثبات يعني كذا عالم أسلموا منذ يعني كام عام بسبب إيه؟ بسبب الصيام فقط. مم. لأن وجدوا الصيام المقطع والصيام أنظمة كتير جدا عملوها ما جابتش الفايدة بتاع الصيام الشرعي. ليه؟ لأن الجسم سبحان الله بعد 12 ساعة، يعني احنا بنصوم 17 ساعة، في ناس بتصوم 18 ساعة، في ناس بالظبط. وأكتر أقل، كل بلد حسب توقيتها. فسبحان الله الفترة دي لو الإنسان متسحر صح وصايم صح، أنت هتطلع من رمضان ما عندكش أمراض. تمام. لكن انت للاسف احنا ما بنصحاش صح وما بنصومش صح وما بنفطرش صح، فكده هيطلع عندنا وزن زايد، هيطلع عندنا ضغط، عندنا سكر، عندنا مشاكل كتير. لكن لو صومنا صح واتسحرنا صح والجسم ابتدى يلتهم نفسه زي ما عالم قال لك وقت الصيام بالاخص لما عملوا ابحاث وعملوا تجارب، قال ان وقت الصيام دوت سبحان الله بيبتدي بعد الساعه 12 يبتدي الجسم يلتهم نفسه. يعني ياكل خلايا، تيجي خلايا سموها بالمكنسه تاكل كل الحاجات الموجوده في الجسم. فانت الضاره. فمهم جدا جدا هنصوم صح عشان نطلع من رمضان مفيش زياده وزن، مفيش سكر، مفيش امراض، اللي عندهم مش اي مشاكل تروح باذن، حتى البشره بتتحسن، حتى الجلد بيتحسن. صومي صح وافطري صح والسحري صح. تمام. رمضان مش شهر اكل، رمضان شهر عباده وشهر تقوى وشهر نحافظ على صحتنا عشان نطلع منه انشط واحسن من الاول. بالتأكيد. وكمان لو صمنا رمضان، من صام رمضان واتبعه 6 من شوال كانوا صام الدهر كله. دي فايده، دي حسنه. اما الفايده ايه بقى؟ برضو النمط اللي احنا مشينا عليه ما يتلخبطش بسرعه كمان بعد رمضان. وكمان حاجه تانية قال لك سبحان الله، برضو الابحاث اثبتت والتجارب اللي عملوها ان اللي يصوم الفتره دي كلها جسمه يتخلص من جميع الامراض الموجوده فيه حتى السرطان. انا سمعت فعلا نفس الكلام، اي سموم في الجسم بتخرج بيتخلص منها. فرمضان انتهزوه فرصه لتنقيه الجسم من الامراض والسموم والشوائب والحره، وترجعوا شباب تاني. اللي بتصوم على فكره كتير وبيصوموا صح بيرجعوا بيفطروا شباب على طول. فان شاء الله تلاقوا فيه الخير والبركه باذن الله. اللهم امين. بشكر حضرتك في النهايه دكتوره سماح الحصري، متخصصه في التغذيه العلاجيه والطب النبوي، على وجودك معانا. كل سنه وحضرتك طيبه. وزي ما قالت ضيفتنا، شهر رمضان مش شهر للاكل والشرب، هو شهر للعباده وللطاعه، نطلع منه عندنا زاد ايماني وزاد كمان بدني ونفسي، لان احنا نطلع من رمضان بصحه كويسه بدل ما نطلع واحنا عندنا مشاكل في صحتنا ووزننا زايد لا قدر الله، سكر مش مظبوط او الضغط مش مظبوط. لا بالعكس، احنا رمضان فرصه علشان نظبط كل الامور دي، وان احنا نطلع منه بصحه وعافيه يا رب العالمين. انتهت حلقه قوارير اليوم، والى ان نلقاكم نترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.